عسلامة، مرحبا بكم في مطبخ تونسية في الجزائر. اليوم جيت وجبت لكم معايا كسكسي راس علوش بالخضرة. ايش خير من هكا؟ أكلة شتوية تونسية بنينة زمنية هايلة على الآخر. أبقوا معايا باش تشوفوا بقية التفاصيل. في الروسيت متاعي عندي راس علوش، غسلته بالماء والخل، والراس هذايا مقصوص معناها مرسوات. أول حاجة نعملها شنية؟ عندي فوق النار ماء سخون يغلي، تقريب مهما كانت الكونتيتي نتاع الماء مش مهم. حطيتك الراس هذاك كله وعملت عليه عصيرة قارص ونخليه يغلي. الماء هذاك نصفيه نلوحه ونخليه ونعاود نشلو بالماء ونخليه يستقطر في الكسكاسة لو طون اللي باش نحضر الكسكسي والخضرة متاعي. عندي هوني عندي حضرت الخضرة بطاطا، بصل، قرع، جريوات قرع بوتازينة، سفناريا وفلفل. لهنا حطوا الخضرة اللي تحبوا عليها. هوني استعملت الخضرة اللي تجي بنينة مع راس العلوش. لهنا أول إتاب باش نعملها باش نحضر الفلفل باش نقليه. شو نعمل؟ ناخو كعبات الفلفل نشقهم بالسكينة ونحط فيهم التابل والملح. فريمون صدقوني الفلفل يجي فيه بنة مش نورمال. كي تعملوا معناها فلفل بالذمة للكسكسي حطوا فيه التابل والملح، بالحق بنة أخرى. هذه أسوس حبيت نقولكم عليها. انا هوني تقريب عندي 7 قرون فلفل. انتوما حطوا الكونتيتي نتاع الفلفل اللي تحبوا عليها، معناها حتى الخضره تحطوا الكونتيتي اللي تحبوا عليها. انا هوني حطيت الكونتيتي اللي نستحقها في الدار. انتوما تنجموا تحطوا برشا خضره، تنجموا تحطوا شويه خضره، اما صدقوني قد ما تكثروا في الخضره قد ما يجي بنه على بنه. كل واحد وقديره وقدره بيان سور. وتنجموا تزيدوا شويه كرامبيطه، اما ما عنديش كرامبيط سي بور سا استعملت الخضره اللي عندي. اول حاجه نعملها نحط زيت في الطنجره اللي باش نطيب فيها الكسكسي، وقبل ما نحط حتى شيء نحط كل قرون فلفل نخليهم يتقليو باش الزيت هذاك ياخذ البنه نتاع الفلفل، ونفس الزيت هيك اللي باش نطيب بيه الكسكسي راهو باش نطيب بيه الصوص نتاع الكسكسي. سي بون. نخرج الفلفل نتاعي نخليها ابار هذاك، وخديت كعبه بصله ربيتها، مش ربيتها، قصيتها مرسوات. هي ديجا من بعد باش تذوب، معناها ما كنتش باش تلقاوها راهو. نخليها تتقلى في الزيت، وان باراليل حاطه طنجره فيها ماء سخون قاعده باش نغليها. نحط اكل مرسوات نتاع العلوش، راس العلوش كله نحطه في الطنجره هذيا. سي بون، حطيت الراس الكل. انتم استعملوا الطنجره اللي تحبوا عليها، ماذا بيكم طنجره تكون كبيره، خاطر اعملوا حسابكم باش تطيبوا فيها الخضره وراس العلوش ميم طون. لكن الاربع اطرات نتاعي ماء اللي غليت صبيتهم في نفس الطنجره. حسيت اني مش باش تكفيني من بعد كي باش نزيد الخضره، سي بور سا وليت تاخذ الطنجره ما اكبر وصبيت فيها اللي حطيته الكل في الطنجره هذه. مقدار كيس 300 مليلتر حمص منفخ، ونحط مقدار مغرفة كبيرة زيت زيتونة، نحط مغرفتين صغار ملح معمرين، 3 مغارف صغار معمرين تابل، مغرفتين صغار فلفل أحمر، مغرفة صغيرة ناقصة شوية إكليلة يعطيه بنة مع العلوش، ومغرفة صغيرة فلفل أكحل. وباش نزيد نصف مغرفة صغيرة كركم. لهنا كيلت بمغرفة صغيرة معمرة، ديجا نتصور واضح في الفيديو. بعد نصف ساعة أخرى إضافية نحط الخضرة متاعي، نحط القراعلس هذيك لورانجي، نحط سفناريا، كزوز روس بصل متاعي الكبار، ونحط البطاطا اكلفت والقراع بوطازينه جريوات نخليهم من بعد في الاخر خاطرهم في ساعه ما يطيبوا. لهنا نخلي الخضره تطيب على روحها، وباش نرجع من بعد باش نخرجها. في المرحله هذه كي نحط الخضره نحط 3 مغارف كبار
طماطم. انا هوني باش نطيب رطل ونص كسكسي، سي بور سا حطيت 3 مغارف كبار طماطم. نتوما اذا كان تطيبوا شطر الكميه نتاعي حطوا شطر المقادير. نخلي كل شيء يغلي مع بعضه ويطيب مع بعضه باش نحضر الكسكسي. حطيت رطل ونصف كسكسي حجم رقيق، ماء بارد، وحطيت مغرفة صغيرة ونص ملح وشوية زيت زيتونة باش نضمن الكسكسي متاعي ما يتكعبر ليش من بعد كي يتفور. نكسكس الكسكسي متاعي، نكسسو بالباهي باش ما يتكعبر ليش في التطيب ويكون مريقل. نحط في الكسكاس اللي باش نطيب عليه الكسكسي، نصب كل شيء. بالكسكسي متاعي نعملو التفويرة الأولى بالماء، والتفويرة الثانية مش بالماء، نو، باش نعملها التفويرة الثانية بالصوص متاع الكسكسي متاع اللي طيب بيها راس العلوش. تو تشوفوا بيان سور في بقية التفاصيل. بعد نصيف ساعة تقريبا نجي نخرج الخضرة متاعي اللي حطيتها من الأول. سي بون طابت، حطيتها في شقالة فخار باش تحافظ على درجة السخونية معناها متاعها. وكيف كيف زادا خرجت الكسكاس باش نقول وحنا نسقيه بك الصوص متاع الكسكسي اللي طايبه فيها الخضره وراس العلوش. لهنا جبت الطنجره متاع الصوص وقاعده نسقي معناها في الكسكسي هذاك بالصوص هيكي. لهنا ما نحطوش الماء بارد، نحطو الصوص هذيك باش تعطيها بالحق معناها بنة مش نورمال. وبيان سور هوني بارمي لي زاستوس باش نزيد هكا قرصه فلفل اكحل يعطيها بالحق بنة وتوزويزه روعه. هنا بالنسبه للكونتيتي حطيت تقريبا هكاك حكايه 4 لوش كبار من الصوص ولا 5 لوشات كبار. استعملت رطل ونصف كسكسي وكلفت هذاك والقرع جريويت اللي خليته من اللول باش نحطه في المرحله هذه، ونصبك الكسكسي هذاك اللي حطيت عليه الصوص في الكاسكيس وباش نعمله التفويره الثانيه. بيان سور نتوما ونوع الكسكسي اللي استعملتوه. انا هوني كسكسي معناها باكويت اللي مشري من عند العطار. سي بون فورت الكسكسي تفويره الثانيه وخرجت وحضرت المعجنه متاعي الفخار نصب عليها الكسكسي وباش نسقيها بالصوص. فما اللي يحب الكسكسي يكون شارب برشا، فما اللي يحبه مش شارب شويه، كل واحد وذوقه. هاكا نتوما تصبوا الصوص باللي تحبوا معناها. وبيان سور نخلط بالمغرفه، نخلط الكسكسي بالباهي مع الصوص كيما قلت لكم. معناها نتوما صبوا الكونتيتي نتاع الصوص اللي تحبوا. انا هوني عملته يكون شارب شويه برك، معناها مش اللي شارب ياسر ومش ناقص صوص، قد جوز زايد شويه على قد اكاهو. تحبوهم سقي ياسر تنجموا تسقيوه ياسر. ونحط الخضره متاعي اللي طابت، وبيان سور نحط مرسوات راس العلوش من الجناب كما قاعدين تشوفوا. صدقوني فريمون ريحه مش نورمال. تمنيت لو كان جينا نجموا في اليوتيوب نشاركوا معاكم الريحه متاع المأكولات، خاطر بالحق ريحه لا تقاوم، رهيبه. ونحطك الحمص متاعي اللي ديجا طيبته معناها من الاول مع الصوص. وبيان سور نختمها ونزين بجرينات الفلفل. نتمنى تجربوها الوصفه وتعجبكم. نتمنى تعجبكم الوصفة متاع اليوم، شهية طيبة ويعطيكم الصحة على المشاهدة. نقولكم شكرا لكم أينما كنتم. نتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة، ما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. نقولكم إلى اللقاء، على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد. باي باي.